السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ يا رب تكون بخير وصحة وسعادة وعافية وهنا وكل حاجة حلوة يا أخوانا. ما تس يعني الدعوات ممكن الناس تعدّي الدعوة كده يعني، ممكن واحد تاني يقول آمين، فربنا سبحانه وتعالى يكتب له الدعوة في الصحة والسعادة والهنا والخير والحب وإصلاح ذات البين اللي بين الناس، يعني المصريين شعب طيب أصلًا في طبعه يعني. يا ريت قبل ما نبدأ بالله عليكم اللايك والله بيسعد فاهم، فاسعد أخوك يعني بلايك، يعني اللي هو إيه، علامة حُب، أنا باحبك فأنت حبّني بلايك، فأنا باحبك باعمل لك فيديو، باحاول أطلّع لك حقيقة معيّنة يمكن مختفية عنّك أو مش باينة أو مش عايز حد أبدًا، لإنّك أخويا الصغيّر أو أخويا الكبير أو بتاع. ففي حاجات كده في الدنيا باحاول أفهّمها لك، أقول لك بُص خُد بالك الراجل ده بيحاول يقلوظك. القلوظة موجودة، اللي هو إيه، يضحك عليك، يدّيك هي حقيقة، يعني الكلام اللي بيقوله حقيقي، بس بيقولوا لك بشكل إيه، بنسميه إحنا المصريين بيقلوظك، بيلفّك، بيستهبلك، بيستقرضك، فاهم؟ فبما إني زملكاوي باحب الزملكاوية وباحب كمان الأهلاوية، مش عايز حد لا يضحك على الزملكاوية ولا يضحك على الأهلاوية، يعني الموضوع كلّه باختصار هو كشف للحقايق يعني، زي ما كان الرقابة الإدارية بتيجي في الزمالك بتشيل مرتضى وبعدين ترجّعه، وبعدين تشيل مرتضى وترجّعه وتشيله وترجّعه، عايزين بس يعني إيه، إن المعايير والموازين تبقى يعني شبه بعض، شبه بعض. على الماشي وقبل ما نبدأ سيادة المستشار مرتضى منصور اتصل بالأستاذ حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، يعني عشان يقول له كل سنة وأنت طيب والحمد لله على سلامتك وبتاع، ودي حاجة كويسة جدًا من الراجل. المستشار مرتضى منصور في النهاية قلبه حلو أوي، يعني الراجل اللي يعرفه وإن اختلف معاه عارف إن هو قلبه طيب وجدع، ابن ناس وابن بلد، وبعدين ما بيخافش في الحق، يعني بيقول الكلام هو ممكن يكون غلطان ساعات، بس هو مقتنع إنه صح، مش مكابرة منه يعني. فهو ابن ناس وجدع وابن بلد وجدع يعني. أتمنى طبعًا المكالمة دي تكون يعني بداية لتهدئة الأوضاع، اللي هي أصلًا بايظة خالص يعني. طيب في فيلم كده زمان اسمه سي عمر، يعني نبدأ بس الفيديو بتاعنا عن إيه الفيديو بتاعنا؟ هتتكلم عن الأهلي تاني؟ ما وراناش غيره، يعني هو المشكلة كلها إيه؟ هو أنت ليه بتتكلم عن الأهلي؟ لأن الأهلي أساء لك ولسه مصمم يسيء لك، فاهم؟ ولسه بيحرّك أجهزته، ما أصل الأهلي ده مش نادي كورة خُد بالك، أصل الأهلي هو منظومة. أنت عارف لو الأهلي ده نادي كورة وبيلاعبنا كورة وبيكسبنا وبنكسبه عادي، 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 زيه زي بيراميدز، زي سيراميكا، زي، لأ ده الأهلي ده عامل زي الأخطبوط، ليه دراعات، يعني ليه يقدر يحرّك سيراميكا، يقدر يحرّك فاركو، يقدر يحرّك فرقة زد، يقدر يحرّك سموحة. ليه؟ لإنه فرج عامر، أستاذ محمد أبو العينين، طبعًا فرج عامر مع حفظ الألقاب يعني. الناس بتحبه بيساعدوه. سيراميكا بتاخد من الأهلي لعيبة وبتدّي له لعيبة بمنتهى البساطة، هات خُد، هات خُد، طب تاخد ده بقى خُد هات، هات وخُد، فاهم؟ يدّيهم لعيبة يقلوص بيهم الميزانيات اللي عنده، لعيب عنده أجنبي ومش عارفين نعمل فيه إيه ودفعنا فيه 3.000.000 خُد اللاعب ده عندك، أنا معييش فلوس يا عم خُد بس إحنا هندفع المرتبات، ما فيش أي مشكلة. النادي الأهلي هو النادي الوحيد في العالم آآ اللي كان بيلاعب فريق رضا سليم، عشان ما نبعدش يعني، رضا سليم كان بيلعب ضد الأهلي في ماتش الجيش الملكي والأهلي اللي بيدفع له مرتبه. هبل في جنان في عبط، ما تركّزش معانا. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل بالضبط إن كابتن أستاذ ما أعرفش اسمه إيه يعني، إبراهيم فايق طلع في برنامج وتعجّب تعجُّب السنين، يعني قال لك إزاي النادي الأهلي أخباره بتطلع للناس، أخبار النادي الأهلي بتطلع كده، وراح ضايف حتّة جميلة أوي، قال لك ده تقريبًا من الأخبار لو طلع 100 خبر 40% منهم صح. لأ هم 100% صح مش 40، بس إيه التعجُّب إن النادي الأهلي بيخرج منّه أخبار، أنت مش ملاحظ المصايب اللي النادي الأهلي فيها؟ يعني أنت عايز كل المصايب دي وما حدش يتكلّم؟ يعني مثلًا الأهلي خرج من بطولة أفريقيا، لأ دي إشاعة، دي إشاعة يا فندم. الأهلي على خلاف مع إمام عاشور والمرتب، لا، 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 ده كل ده كلام فاضي. الأهلي عنده مشاكل كبيرة جدًا في غرفة الملابس، يا باشا ده هبل، ده الزملكاوية اللي بيقولوا كده. هو ده اللي إبراهيم فايق عايزه؟ ده إبراهيم فايق ده كان بيطلّع خبر عن الزمالك كل 3 دقايق، كل 3 دقايق، وصفقة للزمالك كل 3 دقايق، وصفقة هتمشي تسيب الزمالك كل 3 دقايق. نرجع تاني بس لأخونا سي عمر في فيلم عمر الريحاني لمّا قال لك مين الحمار اللي كاتب الميزانية دي؟ ميزانية الخروف، قال له الخروف ده
ب3 جنيه، قال له 3 جنيه خروف؟ طبعًا 3 جنيه ساعتها كانوا بيشتروا عمارة، فالعبيط كاتب 3 جنيه خروف، قال له: "لأ، تكتب حبل للخروف ب15 قرش، نضافة الخروف 20 قرش، أكل للخروف 60 قرش، تدليع للخروف، بيت للخروف بكذا." يا ابني تضبيط العمل أحسن من العمل، زي ما الخطيب دلوقتي بيعمل، يعمل إيه؟ الخطيب بدل ما يقدّم استقالته اللي هي شيء يعني بديهي جدًا، الدنيا باظت وصفقات بايظة وفساد واضح للعين وللمناخير، اللي ريحة الفساد منتشرة بشكل مش طبيعي، الرقابة الإدارية ما اتدخلتش، ما أعرفش ليه، مقلوظ مين كمان، لكن سي عمر قال لهم ضبّطوا الدنيا، اعملوا. فكابتن محمود الخطيب سمع كلام سي عمر وراح جايب سيد عبد الحفيظ حاطّه في الوش، سيد عبد الحفيظ راح داخل قال لك إحنا هنعمل سقف جديد للمرتبات، وفي طبعًا للأسف إخواتنا الأهلاوية الطيبين يعني اللي زيي، ما في ساعات يا إخوانا ما تلومش على اللي قدامك إن نيته حلوة أو نيته سليمة أو إنه بيصدّق أو إنه زي ما بيقولوا على نياتي، كلمة على نياته يعني نيته طيبة، هو مش مقدّر إن اللي قدامه شيطان، مش مقدّر إن اللي قدامه إبليس ولابس الإمام مش عارف مين، فاهم؟ فهو بيصدّق. فييجي سيد عبد الحفيظ يقول لك هنعمل سقف مرتبات جديد، يعني تخيل أنت مثلًا كابتن زيزو مرتبه بعقد رسمي في النادي الأهلي 130 مليون جنيه، فسيد عبد الحفيظ هيقول له طب خد يا زيزو تعالَ، تعالَ يا ابني، خلاص النادي الأهلي مش هيدّيك 130، كام يا كابتن؟ 70، هندفع 70. لأ تمام يا كابتن، تمام كده. ده إمام عاشور، تعالَ اقعد، تعالَ، أنت بتاخد كام؟ 30 مليون يا باشا، هم حلوين أوي 30 مليون، خلاص كده عشان إحنا آخرنا، ماشي يا فندم، ماشي، هنكسّر الدنيا. أدهم الشرقي تعالَ، إيه يا ابني إيه حكاية إنستجرام وتشيل لاعب في النادي مش عارف يعني إيه لاعب في النادي الأهلي، لا يا باشا تحت أمرك، أعمل إيه؟ ترجّع بن شرقي لاعب في النادي الأهلي وإحنا بندّيك 1.5 مليون $، هندّيك بس $700,000 وتمشّي نَفْسك. الكلام ده بيتقال، ما اتقالش بالسخرية اللي أنا باقولها دي، ما اتقالش بالهبل اللي أنا باقوله ده، لكن اتقال رسمي في ورق رسمي إن النادي الأهلي هيحط قواعد جديدة. طب هو مين اللي حط القواعد القديمة؟ يعني أنا حتى لو صدّقتك وهاعمل نفسي عبيط وأعمل نفسي نيتي سليمة، أنا لمّا أصدّقك في الكلام الأهبل اللي أنت بتقوله ده، طيب هو مين اللي عمل القواعد التانية؟ مين اللي فرقع مرتبات الناس دي؟ مش اللي فرقع مرتبات الناس في السما كده دي نحاسبه؟ مش نقول له يا ريت تستقيل؟ مش نقول له متشكرين جدًا، جدًا يا فندم ونعمل له خطاب شكر جميل، جميل جدًا ونقول له يالّا مع السلامة؟ لكن كابتن إبراهيم فايق في البرنامج بتاعه جايب المنيسي، المنيسي اللي هو ياما نفخ في الحاجات اللي جاية بالزمالك واتفرّجوا على الصفقات وشوفوا الدنيا هتعمل إزاي والزمالك انتهى والزمالك والّا أحمد بلال اللي قال لك الزمالك المفروض ما يروحش الاستاد أصلًا. النادي الأهلي نادي كبير، النادي الأهلي نادي كبير، بس كان اللي مكبّر النادي الأهلي كان في حاجة بجد إحنا ما كناش واخدين بالنا منها، لأ كنا عارفينها كويس، إن النادي الأهلي كان عنده حاجة اسمها المبادئ، كان عنده إدارة، يعني الفرق الوحيد بين نادي الزمالك ونادي الأهلي مش اللاعبين والفرقة والجماهير لأ، لا، لأ، الاتنين جامدين جدًا، كانت إدارة النادي الأهلي، كانت مبادئ النادي الأهلي، كانت إحساس النادي الأهلي إن النادي الأهلي اللي عايز يلعب في النادي الأهلي لازم يضحي، لإن النادي الأهلي آآ إضافة للشيء، يعني أنت لو أنت لعيب كبير تلعب في النادي الأهلي فده بيضيف لك شيء، ده اللي بالضبط عبد الله السعيد مثلًا وهو بينهي حياته الكروية حَب يضيف لنفسه شيء، عبد الله السعيد كان بيلعب في بيراميدز وبيراميدز ولا شك فريق قوي، فريق محترم، فريق كبير، لكن عبد الله السعيد أراد أن ينهي حياته الكروية بإضافة، إنه يلعب في النادي الملكي، نادي الزمالك، بيضيف الشيء، ولذلك خُد بالك من عبد الله السعيد لمّا الزمالك بيسجّل هدف أو بتاع، بيبقى واقف محروق، لإن هو عايز ينهي هذا المستقبل بأجمل حاجة ممكنة، كان الكل بيراهن على إن الزمالك انتهى، الكل بيراهن على إن الزمالك ضاع، الكل بيراهن على إن الزمالك ما عندوش حاجة يأدّيها، الرهان ده كان واقعي إلى حد كبير، لكن زي ما دايمًا قُلنا الأحقاد والنيات السودا ما بتعملش مستقبل، النيات السودا أول ما تحرق، تحرق أصحابها. فكابتن إبراهيم فايق اللي متعجب إن أخبار النادي الأهلي بقت في كل حتة، نقول له معلش أخبار النادي الأهلي الحقيقة آآ طلعت برّه، وطلعت برّه حتى من جماهير النادي الأهلي اللي أشارت بطريقة رسمية إلى كابتن محمود الخطيب إنه المسؤول عن كل ما يحدث من مصائب داخل النادي الأهلي، كل ما يحدث من مصائب داخل النادي الأهلي كان كابتن محمود وراها. وإحنا بنحط في أيام قليلة قادمة الزمالك عنده
معتركين جامدين جدًا الحقيقة. مباراة المصري مباراة مش صعبة أوي، لكن ظروفها صعبة. المباراة بتقول إن لازم الزمالك يكسب، لازم الزمالك يكسب، وللأسف الشديد وأنت بتلعب مباراة المصري بتكون بتفكّر في طيارة رايحة للجزائر أو حاجة يعني صعبة جدًا إن أنت تخش في 2 competition أقويا أوي كده، 2 competition جامدين جدًا. طبعًا مباراة المصري هتكون قبل مباراة الجزائر، فالوضع صعب، مش سهل. لكن شوف النتايج اللي الزمالك عملها وال9 لقاءات والّا ال8 لقاءات اللي ورا بعض بيقولوا إن الزمالك عنده حاجة، الزمالك عنده حاجة نتمنى إنها تستمر. روح الزمالك القوية جدًا، والنادي الأهلي عنده مصيبة جواه، وهو روح العداء بين لعيبته، اللعيبة بتاعته ما بتحبش بعض، بتكره بعض، فاهم؟ نتمنى برضه إنها تستمر، لإن أي قيادة هتيجي وبالذات سيد عبد الحفيظ هيعوز يفرض سيطرته، ولكن أنا باقول له مش هينفع لإنه الناس اللي موجودة مش هتخسر حاجة إنها تسيب الأهلي، مش هتخسر حاجة خالص، هيجبرك إن أنت تدفع، الموضوع كله فلوس. وسيد عبد الحفيظ جاي يقول للناس إحنا ما بنشيلش هَم، إحنا هنقلل الفلوس، لأ. آخر خبر طبعًا أنا عايز أقول لك يعني إيه ألوظة خبر، إزاي تألوظ خبر، إزاي يستهين الإعلام بحضرتك وحضرتي، فيستهين بينا، فينزّل خبر مهم جدًا. كان الغرض من تنزيل الخبر إنهم يهدّوا جماهير النادي الأهلي إن في قرارات جديدة وأفكار جديدة بتطرح دلوقتي، وإن في إدارة قوية ماسكة النادي الأهلي، وهو أول ما قرروا رحيل كاموش، رحيله. فطبعًا أنت عشان تكتب الخبر ده، أنا لمّا أكتب النهارده رحيل قاموش وقطع إعارته، أول حاجة هتيجي في دماغ حضرتك الله! وإحنا جبناه ليه؟ طب إحنا دفعنا فيه كام؟ ال1.600.000 دولار دول كانوا ممكن يمثّلوا إيه لخزينة النادي الأهلي وخزينة مصر، خزينة مصر. فييجي الخبر هارجع لمصر حالًا، فييجي الخبر للأسف الشديد ويقول لك إن النادي الأهلي وفّر النادي الأهلي وفّر بقطع إعارة كاموش $425,000. شُفتوا الخبر اتحط إزاي؟ شُفت لمّا تعوز تألوظ الدنيا، شُفت لمّا تعوز تضحك على اللي قدّامك، شُفت لمّا تعوز تدّي اللي قدّامك على قفاه؟ مش إن النادي الأهلي خسر $1,600,000 لأ، النادي الأهلي كسب. شُفت لمّا مشّينا كاموش الأهلي كسب. تخيّل تحويل كارثة، كارثة إدارية ولا شك، تحوّل هذه الكارثة لإنها من إنجازات كابتن محمود الخطيب. نرجع تاني لكلمة فلوس مصر. مصر كسبت السعودية 4-0، مباراة كبيرة النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي بيمثّل مصر حرفيًا النهارده، النادي الأهلي اللي بيمثّل مصر بقيادة أهلاوية حسام حسن، بمنظومة رياضية كلّها أهلاوية. فالنادي الأهلي إحنا بنبارك له أول مباراة ليه يعني يعمل مباراة كبيرة، كانت ضد السعودية، مباراة كويسة. لكن لا تمثّلني، يعني أنا ما باشجّعش منتخب مصر، أنا كزملكاوي ما باشجّعش مصر، باشجّع مصر، بس مش باشجّع منتخب الأهلي، مش باشجّع المنظومة الأهلاوية اللي موجودة اللي هتجيب لنا كاس العالم حتى، مش هاشجّع الفريق ده، ما باحبش الفريق ده. ما اتمناش إن أنا أشوف لعيب من الزمالك بيدخل ولعيب من الزمالك الملكي، فريق الملوك يا شوية رعاع، فريق الملوك، الزمالك هو الفريق الملكي، يمثّلوا لعيب في منتخب مصر. وجايب لنا جون حارس مرمى وهو عارف إنه مش هيلعب. فهذا الأقرع حسام حسن لا يمثلني ولا أفتخر بيه. ولمّا مصر تكسب أسبانيا كمان مش هاشوف الماتش، صدقوني مش عايز أعرفه، مش باتفرّج عليه. أنا باشجّع الزمالك مش باشجّع الأهلي. ولمّا النادي الأهلي لا يمثل منتخب مصر ويصبح منتخب مصر يمثل جميع الأطياف ويمثل جميع الفرق، أنا هارجع تاني أشجّع منتخب مصر. صباح الفل.